الفنان شعبان عبد الرحيم قال من اول يناير خلاص هشيل حديد، فتيجي انت بقى في 10 يناير تبطل تشيل حديد، بتجلب بطه بلدي زي الفنان محمد هنيدي ما قال. طب انت عمرك فكرت هي ايه المشكله هنا؟ مش مهم، انا كده كده مش جاي افكر معاك هي المشكله هنا معلم ولا لا، بس انا جاي اقول لك على حاجه ممكن تساعدك تشيل حديد طول السنه. هو انا مش هشيل حديد طول السنه بس هساعدك يعني تشيل حديد طول السنه. طبعا يا معلم انت اكيد سمعت عن 1000 طريقه تنظم بيها وقتك. سمعت عن ايد ذا فروج، ديمون ذا هرايدز، البومودورو و4-2-1 وحاجات كتير جدا من الطرق اللي تنظم الوقت. على فكره انا مش ضدها، يعني انا مش ضد طرق تنظيم الوقت، بالعكس احنا بنستخدم منهم طرق كتير، سواء طرق تنظيم الوقت او ادارة الاولويات، ودي هنتكلم عنها في حتة تانية عشان احنا مش بندير الوقت، بس ده موضوع تاني فلسفي فمش هنتكلم فيه دلوقتي. بس انا جاي اتكلم معاك في قصة ان المفروض انت تنظم السنة بتاعتك او تنظم انت عايز تعمل ايه في السنة بتاعتك بطريقة ابسط بكتير، بدل ما تخليك غرقان في الديدلاينز وعمال تخطط في وقت. كان عندي مدرس فيزياء بيقول لنا انتوا بتخشوا ثانويه عامه تقعدوا كل يوم تعملوا جدول، كل يوم تعملوا جدول، كل يوم تعملوا جدول، بس ما بتعملوش حاجه من الجدول ده لسبب بسيط، لان انت بتخطط الجدول ده غلط، وكمان بتستنفذ وقت بدل ما تستفيد من الوقت دوت انك تنتج او تعمل حاجه. فاحنا في الفيديو ده هنتكلم عن 3 حاجات اساسيين: ازاي تحدد اهدافك في السنه، ازاي تجهز بايدك نوتة السنه الجديده، مش لازم تروح تشتريها يعني من حته، وفي اخر الفيديو انا عامل لك مفاجأتين ودول بجد، فانت ممكن تروح دلوقتي تسكيب الفيديو كله وتروح تشوف المفاجأتين دول ايه، او كمل الفيديو وده انصحك بيه، يعني تكمل الفيديو عشان المفاجأتين دول يكون ليهم لازمه في اخر الفيديو. اول حاجه ازاي تحدد اهداف السنه. القاعده الذهبيه اللي دايما الناس كلها بتستخدمها هي قاعده سمارت جول، مش بس معناه ان هو هدف ذكي، بس هو كمان ليه معنى تاني. سمارت هنا مكون من 5 حروف، والخمس حروف دول بيدوا 5 مبادئ اساسيين لاي هدف انت المفروض تشتغل عليه. 5 حروف دول يا معلم اللي بيخلوا الهدف بتاعك هدف مش مجرد احلام. وعلى فكره الكلام اللي جاي دوت اي حد ممكن يعمله، مش شرط واحد يكون عنده كوميتمنت عالي قوي. الناس اللي عندها كوميتمنت عالي دي هي اللي تستخدم طرق اداره الاولويات وطرق تنظيم الوقت والتو ليست بتاعتهم والكلام ده كله، انما اللي انا هشرحه لك دي حاجه بسيطه. السمارت جولز اول حرف هو حرف الاس، ومعناها سبيسيفيك او ان الهدف بتاعك يكون محدد. بمعنى لو قلت ان انت عايز تخس، فكلمه تخس لوحدها مش كفايه، المفروض تقول انا عايز اخس 10 كيلو. او لو قلت ان انت عايز تتطور في مجالك، فما ينفعش تقول انا عايز اتطور في مجالي بس، انت المفروض تقول انت عايز تتطور في مجالك في الحته الفلانيه بالطريقه الفلانيه. وعشان تحدد هدفك المفروض تسال نفسك 3 اسئله: ايه بالظبط اللي انت محتاج توصل له، ومين المسؤول عن الحاجه اللي انت محتاج توصل لها، وايه الخطوات اللي انت لازم تاخدها عشان توصل لها. بمعنى انت عايز تخس، فهنا هتقول ان انت عايز تخس 5 كيلو، انت هنا قلت بالظبط انت عايز توصل لايه. مين المسؤول عن الهدف دوت؟ انت والجيم والكابتن بتاعك في الجيم. طيب ايه الخطوات اللي انت لازم تاخدها عشان تخس 5 كيلو؟ المفروض تعمل لنفسك نظام غذائي، وانك تتمرن مثلا كل يوم 20 دقيقة، نص ساعة، ساعة، بكده يبقى عملنا أول حاجة وهي تحديد الهدف. تاني حاجة measurable أو إنه قابل للقياس. بمعنى أصح يعني إيه بقى قابل للقياس؟ يعني بمعنى أصح أنت قلت مثلا عايز أخس 5 كيلو، ال5 كيلو دول تقدر تقيس انت خسيت قد ايه منهم كل فترة. فمثلا قعدت شهر خسيت فيهم كيلو، يبقى انت كده خسيت 20% او وصلت ل20% من الهدف بتاعك. والنصيحة عشان تعرف تقيس الهدف بتاعك بنعمل حاجة اسمها تاسك بريك داون، او انك بتمسك التاسك الكبير خالص وتقسمه لتاسكات صغيرة. مثلا لو كنت انت هدفك ان انت عايز تترقى، انت كده حددت الهدف. مين المسؤول؟ شركتك او مديرك المباشر على طول، وايه الخطوات اللي انت لازم تاخدها يعني. فبمعنى صح الخطوات دي ممكن هتكون في انك تاخد كورسين معينين، في 2 كورسز مثلا، دول هيخلوك تقدر تنافس على الترقية. فانت هنا هتقسم التاسك الكبيرة دي لتاسكات صغيرة، الكورسات دي متقسمة لحاجات صغيرة مع عناوين فرعية، تقدر تقسم العناوين دي، وهنا يبقى انت عملت حاجة اسمها تاسك بريك داون لعناوين صغيرة، ومن خلالها تقدر تقيس الهدف بتاعك، تقدر تقيس انت وصلت لقد ايه منه. تقدر تشوف مثلا ان انت عندك كورسين خلصت فيهم 4 مواضيع وهم كانوا 8 مواضيع، فيبقى انت كده وصلت ل50% من الخطوات اللي تأهل للهدف بتاعك. تالت حاجة achievable، يعني المفروض ان هدفك ده يكون حاجة حقيقية مش حاجة تخيلية. يعني مثلا ما تقولش ان انت عايز تخس 40 كيلو في شهر، تخيلي. او يا معلم مثلا تكون في ادب بتقول انا نفسي اطلع دكتور، ما هو حاجه مش هتحصل الا لو رحت درست في اوكرانيا يعني ممكن. بس يعني هي الكلام اللي انا قلته دوت مضلل شويه، لان في الحياه العمليه وهو الموضوع مش كده بالظبط. انت ممكن تكون عايز تاخد كورس مثلا، والكورس ده عشان تاخده
عشان يرقيك انت محتاج قبله تاخد كورس تاني، والكورس التاني ده مثلا محتاج له سنة ونص دراسة. ففعليا الهدف بتاعك ده اصبح مش قابل للتحقق في خلال سنة. فاهم؟ هو ممكن يبقى قابل للتحقق خلال سنتين، خلال 3، لان مثلا انت محتاج كورس قبله تقعد فيه سنة ونص، سنتين تذاكره. فسؤال ان انت هدفك ده قابل للتحقق او لا، انت الوحيد اللي تقدر تجاوب عليه. لان مثلا احنا حطينا شرط اساسي ان احنا هنحط اهداف السنة. فما تجيش تقول لي مثلا انا هدفي ان ادخل كليه هندسه خلال سنه وانت لسه في اولى ثانوي، فده مش هدف. انصحك ساعتها ان انت تكسر الهدف الكبير اللي هو خلال 3 سنين ده لاهداف صغيره تتعمل خلال سنه وسنه وسنه. رابع حاجه relevant، وهي ان هدفك لازم يكون بشكل او باخر متعلق بالحاجه اللي انت بتعملها. ده اصعب جزء في تحديد هدفك. اوقات كتير احنا بنجر ورا مشاعرنا. انا ساعات بحس ان انا عايز اعمل حاجه الفلانيه، بس الحاجه الفلانيه دي ممكن ما تفيدش شغلي، ما تفيدش مجالي، ما تفيدش تطوري، بس انا عايز اعملها. فهنا بتصبحش اولويه وما بتصبحش ريليفنت زي ما احنا بنقول. فالموضوع بالنسبه لك هيبقى صعب في اختيار النقطه دي بالذات، انك تبقى عارف ايه الحاجه اللي متعلقه بالحاجه اللي انت عايز توصل لها. وصدقني طول ما انت الحاجه مش ريليفنت فانت ممكن تقع بمنتهى البساطه في فخ التسويف. لو الحاجه دي مش متحدده قوي، الحاجه دي ملهاش علاقه بالحاجه اللي انت بتعملها، فممكن جدا ما تلاقيش نفسك بتعملها وما تلاقيش نفسك محتاج انك تعملها اي مجهود. بمعنى اصح، لو انت مثلا شغال دكتور وقررت فجاه ان انت عايز والله تبقى جرافيك ديزاينر، او عايز تاخد كورس جرافيك ديزاين، مش عايز تبقى جرافيك ديزاينر، جاست تاخد كورس جرافيكس، تاخد كورس فوتوشوب، وما قدرتش تربط ده بشغلك باي شكل كان، يعني مثلا عايز تعمل ريتاتش على الصور اللي هي بتتصور في الافراح، فهتلاقي نفسك في وقت زنقه الشغل بتاعك بتوقف تماما شغل على الهدف ده، وممكن مره واحده تنساه وترميه في الزباله، لانه هو ببساطه مش متعلق بالحاجه الاساسيه اللي انت بتعملها. فحاول على قد ما تقدر تسال نفسك الهدف اللي انا حاطه ده هستفيد منه ايه في حياتي. نيجي لاخر حاجه وهي تايم بوند، يعني هدفك ده لازم يكون مؤقت او محطوط بتوقيت معين، وده برضه هيوقعك في فخ التسويف. انت لو حطيت هدف عملت فيه الاربع قواعد اللي احنا قلناهم في الاول، هدفك محدد وعارف تقيسه وعارف ان انت تقدر تحققه وليه علاقه بشغلك، بس ما حطيتلوش توقيت، الهدف بتاعك ده غالبا هيتنسي. لان انت لو ما ربطتش هدفك بوقت معين، يعني ما قلتش مثلا ان انا خلال النص الاول من السنه او خلال اخر السنه او ساعتها هدفك ده هيبقى حمل زياده عليك، وما هو الا حلم. فلازم يكون هدفك محدد بتوقيت معين. كده يبقى احنا اتكلمنا على 5 قواعد، هنقولهم تاني بسرعه. S specific يعني هدفك محدد، M measurable يعني هدفك بيتقاس، A achievable يعني هدفك تقدر تحققه، R relevant يعني هدفك متعلق بحاجه انت بتعملها، و T اللي هي time bond او ان هدفك ده متأقت، بمعنى اصح محطوط له توقيت معين يتحقق. كده احنا خلصنا اخر جزء فيديو، هو ازاي انك تحقق هدفك. المفروض ان انت دلوقتي يا معلم هتخش على الخطوه التانيه، هتجيب ورقه فاضيه وتكتب فيها كل الاهداف اللي انت متخيل انك نفسك تعملها السنه اللي جايه. اكتب 10، اكتب 20، اكتب 30، خلي الورقه والقلم هي الحاجه اللي في ايدك اللي انت عمال تطلع فيها افكار. كتبنا الاهداف بتاعتنا كلها، نبدا نطبق عليهم القواعد اللي احنا اتعلمناها للهدف الذكي. وانت شغال هتلاقي في اهداف عندك عماله تتشطب، اهداف عماله تتشطب يمين وشمال. ممكن الليسته اللي انت كاتب فيها 20 هدف تقل ل10، لان الاهداف دي فيها حاجات مش هينفع تتحقق في نفس السنه، في حاجات مالهاش علاقه قوي بشغلك وخلاف. هبقى لك عدد اهداف معينه. وقبل ما اخش في الخطوه التانية اللي هي خطوه النوتة، لازم نعمل حاجه مهمه جدا في الاهداف دي، ان احنا نفلترها. الاهداف دي لازم تتفلتر حسب الاولويات، وانا مش هدخلك في قصه ازاي تدير اولوياتك، بس انا هقول لك حاجه بسيطه جدا تقدر تعرف بيها الاهداف اللي انت فعلا عايز تعملها. اختار على الاقل من الليسته اللي انت كتبت فيها 10 اهداف دي هدفين 2 كبار و4 متوسطين. ما تحاولش تزود عن العدد ده، يعني لو اخترت 2 و2 كويس جدا، لو اخترت 3 اهداف كبار كويسين جدا، وما تحاولش تزود عن العدد ده، لان صدقني لو انت زودت عن العدد ده في الاخر مش هتقدر تحقق حاجه. ولو برضو لسه مش عارف مين اهم من مين ومين عنده الاولويه بالنسبه لك، هنستخدم طريقه كده صغيره، هي طريقه عصف ذهني معكوس. بتعمل برين ستورمنج بس بالشقلوب، يعني ما بتقولش انت هتستفيد ايه، بتقول ايه المصايب اللي هتحصل لك لو انت ما عملتش الهدف ده. يعني انا ما عملتش الهدف ده، ايه المصيبه اللي تحصل لي؟ لو انا ما خدتش الكورس الفلاني مش هعرف اوصل للترقيه، لو انا ما نزلتش الجيم مش هعرف اخس 5 كيلو، ممكن ازيد 10 كيلو، ممكن الاقي صحتي بتتعب، وهكذا. تقعد تفكر بالشقلوب، هتلاقي نفسك في حاجات معينه انت بالنسبه لك بقت كوارث، هي دي اولوياتك، هي دي الحاجه اللي انت محتاج ان انت تشتغل عليها. خلصنا خطوه الفلتره، نخش على اللي بعده. هنستخدم طريقه علي محمد علي في التشانل بتاعته علي وكتاب. الطريقه انا شفتها مثلا من 8 سنين تقريبا او 6 سنين،
وطريقه ممتازه جدا، واهم ميزه فيها ان هي بسيطه، مش محتاجه كلاكيع كتير. وقبل ما ادخل اشرح لك الطريقه، فاحب اقول لك ان انت ممكن تخش تسيرش عن علي محمد علي وتلاقيه شارح الطريقه اللي انا هحكي لك عنها بالظبط في الفيديو ده، وتخش شوف عنده في الشانل بتاعته، او كمل معايا الفيديو وانا هديك تيبس وحاجات من وجهة نظري انا نعرف نعملها في الطريقة بتاعتي. هنا الموضوع بسيط، انت هتمسك نوتة فاضية، كراسة فاضية، وهتكتب في اول صفحة اسمك، سنك، اكتب اي معلومات عنك شخصية، عايز تكتب الايميل عشان الحاجة دي، النوتة دي لو ضاعت هي حرفيا هيبقى فيها حياتك. اقلب الصفحة، هيبقى في صفحتين قدام بعض، الصفحتين اللي قدام بعض دول هتكتب فيهم اهداف السنة بتاعتك. احنا اتفقنا ان انت عملت 6 اهداف، 2 كبار و4 صغيرين. انا عن نفسي بحب استخدم الستيكي نوتس، وعلي محمد علي كان بيشرح برضو في الفيديو بتاعه ان نستخدم الستيكي نوتس، لان الاهداف دي وارده انها تتغير. ممكن مثلا تروح مكان تاني خالص فما تحتاجش الترقية اللي انت كنت عايزها في شغلك ده. ممكن انك عايز تخس 5 كيلو فتلاقي نفسك مثلا اوريدي خسيتهم لأي ظرف كان، او مثلا كنت عايز تسافر سفرية فالموضوع اتلغى. خليهم دايما في ستيكي نوتس، لان ستيكي نوتس سهل ان انت تشيل وتحط حاجات في نص السنة، وده هيسهل عليك، لان غالبا اهدافنا بتتغير مع الوقت. ودي حاجه مش عيب بالمناسبه، انت بتحاول تعمل اللي عليك وتحاول تسعى، وربنا سبحانه وتعالى شايف ده منك، فانت بس بتاخد بالاسباب. المهم حط ستيكي نوتس فيها الاهداف بتاعتك بتاعت السنه كلها في الصفحتين، تقلب تاني صفحتين، وهنا هتخطط للشهر، شهر يناير. المفروض بقى ان انت يا معلم بتشوف اهدافك دي، انت حطيت 6 اهداف تمام، هدفين كبار و4 صغيرين. بتشوف اصلا الاهداف دي انت محتاج تحققها امتى، زي ما اتفقنا كده ان في الخطوه الخامسه الاهداف دي لازم تكون محدده بوقت، وبتبريك الاهداف دي زي ما اتفقنا ان احنا نبريك داون التاسك الكبيره لتاسكات صغيره، ان احنا نشوف احنا كل هدف ده محتاج له تاسكات عامله ازاي، وتبدا توزع التاسكات دي على الشهور. ما بقولكش امسك السنه كلها، بس اختار هدف وابدا اشتغل عليه. وفي هنا نصيحه مهمه جدا جدا جدا، ما تشتغلش على الاهداف كلها مع بعض في نفس الوقت، لا ما تعملش كده. انت عندك مجهود، عندك طاقه، الطاقه دي ما ينفعش توزع على 50 هدف كلهم عايزين تركيز وكلهم عايزين يتحققوا. ابدأ حقق اهدافك بالتوالي مش بالتوازي. في قواعد كتيره جدا ممكن اشغل دماغك بيها، بس انا مش هتكلم عنها دلوقتي، برضو ناوي اتكلم عن ده في فيديوهات متنوعه. بس الفكره والاهم ان انت تختار هدف لشهر يناير. مثلا اخترت الهدف الكبير بتاعك، وتشوف ايه اللي تقدر تحققه في شهر يناير مثلا من الهدف ده طبعا بناء على التايم بوند اللي احنا قلنا عليه، ان كل هدف ليه توقيت معين. فلو الهدف بتاعك مثلا ينفع يتحقق منه جزء شهر يناير، ابدا قسم التاسكات الصغيره اللي انت محتاج تعملها في شهر يناير عشان تخلص جزء معين من الهدف بتاعك. اكتب الكلام دوت في اول صفحتين عن شهر يناير، بعدين اقلب الصفحه، كل صفحتين متقابلين هيبقى عباره عن الاسبوع بتاعك. انت الاسبوع بتاعك كام يوم؟ 7 ايام. هتقسم الصفحه اللي على اليمين والصفحه اللي على الشمال 4/4، وهنا دي التو ليست بتاعتك. هتقدر انت بسهوله تكتب في الليسته اللي على اليمين والليسته اللي على الشمال دي الحاجات اللي انت عايز تعملها للهدف الاولاني. مثلا محتاج ابدا اذاكر سيشن 1، بعد كده والله هطبق، بعدين هفتح مثلا فيديو بيتكلم عن سيشن 1 ده بيشرحه احسن. ابدا وزعهم على الاسبوع بتاعك وانت عارف ايه اللي عندك في الاسبوع. يعني مثلا عندك مناسبه، عندك شغل، عندك مقابله، عندك فيديو مثلا هتعمله، حاجه هتعملها في الاول وفي الاخر. انت عارف التاسكات بتاعتك تقريبا. انت يوم التلات مثلا بتروح تزور حد مثلا معين من اهلك، يوم الاثنين عندك والله مثلا حاجه معينه بتروح تعملها، الشغل بتاعك وقته من كذا لكذا. فابدا وزع التاسكات اللي ليها علاقه بهدفك على الايام بتاعت اول اسبوع. ولو شايف ان انت صعب ان انت توزعها على اول اسبوع، فوزع يوم بيومه، وده انا بنصح بيه برضو، لان اوقات الاسبوع نفسه بيبقى دايناميك قوي، ساعات الحاجات فيه بتتغير. وحط تاسك اساسيه عندك كل يوم ان انت تخطط لليوم اللي بعده. يعني دي تاسك موجوده بوليت بوينت كده موجوده عندك في النوته، ان انت النهارده الحد اخر تاسكايه خطط ليوم الاثنين، النهارده الاثنين اخر تاسكايه خطط ليوم الثلاث، اخر ربع موجود في ال8/4. ده زي ما نقول كده الحاجات اللي اترحلت الاسبوع اللي جاي، او الحاجات اللي انت حسيت ان انت ما لحقتش تعملها في التو دو ليست بتاعتك او النوته بتاعتك. وهتفضل تعمل كده لكل شهر وتقعد تتراك الاهداف بتاعتك. لحد هنا الفيديو يكون خلص. المفاجات بقى هي ايه؟ بص، احنا دلوقتي في عصر الاي اي، فانا ما اقدرش اسيبك تقعد تعمل تاسكايه السمارت جول او السمارت اوبجكت بالطريقه اللي انا قعدت اشرحها لك في الفيديو. انا عن نفسي بستخدم الطريقه اللي انا شرحتها لك في الفيديو دي عشان اعدل على النتائج اللي بتطلع لي من شات جي بي تي. فاكتب لي كومنت او ابعت لي دي ام على الانستجرام، هيظهر لك تحت اليوزر نيم بتاعي. ولو انت على الانستجرام ممكن تكتب لي كومنت دلوقتي باسم 2025، وانا هبعت لك
حاجتين. اول حاجه هي البرومبت اللي انا استخدمته عشان اكتب الاهداف بتاعتي بتاعت السنه، وفي البرومبت اللي هيبعت لك ده هيبقى كاتب لك المفروض تكتب ايه الاول وتعمل ايه بالظبط بالخطوات عشان توصل لاكتر نتيجه كويسه وكاستمايزد ليك انت. وانا بنصح في البرومبت دوت ان انت في الاول خالص تكتب مقدمه عن نفسك للتشات جي بي تي او ايا كان هتستخدم اني ال ام تول، سواء تشات جي بي تي، جيميناي، اي تول انت تستخدمها للاي اي بتجنريت افكار، فالبرومبت دوت هيشتغل عليها. تاني مفاجاه وهي انك مش محتاج تعمل النوتة اللي انا شرحتها لك دي. انا برضو لما تبعت 2025 هيبعت لك الفايل فيه البرومبت، في صفحات التكراريه للنوتة مع شرح بسيط كده انت ممكن تحط ايه في المربعات اللي موجوده في النوتة دي. بس لحد هنا يكون الفيديو خلص. ممكن تعملي سبسكرايب، ممكن تروح تتابعني على انستجرام، ولو عطلت يا معلم ما تنساش تبعت لي، هرد عليك دي ام، او لو بعت لي ايميل هرد عليك لو انت عطلت في اي حاجه من الخطوات اللي انا شرحتها لك دلوقتي. سلام.